بيبدأ الفيلم ببنت اسمها آيلين عمرها 24 سنة وشغالة موظفة في سجن، وبيكون واضح من تصرفاتها إنها بنت خجولة وانطوائية جدا وبتخاف إنها تدخل في علاقات مع الناس ومكرسة حياتها للشغل ولأبوها وبس. وفي يوم بنشوفها وهي في شغلها وبنلاقي إنها معجبة بحارس السجن ونفسها تتكلم معاه، لكنها ما عندهاش الجرأة إنها تعترف له بمشاعرها لأنها بتخاف من فكرة الرفض. بعد الشغل بتروح آيلين تشرب حاجة وبالصدفة بتقابل ضابط كان زميل أبوها وبتسلم عليه، وبيسألها الضابط عن أخبار أبوها فبتتوتر آيلين وبتقوله إنه كويس. وبنعرف إن أبوها ضابط متقاعد لكنه اتصاب باكتئاب حاد بعد ما ساب شغله واتجه لإدمان الكحول ودايما بيعمل مشاكل مع الناس. وبعدها بتروح آيلين تركب عربيتها علشان تروح، ولما بتوصل للبيت بتشوف أبوها بيتخانق في الشارع مع ضابط، فبتنزل بسرعة وبتعتذر للضابط وبتاخد أبوها وبيدخلوا للبيت وبتتخانق معاه بسبب المشاكل اللي بيعملها دي، وبتطلب منه يقلل شرب لأنه دايما بيحطها في مواقف محرجة مع الناس وهو شارب. فبيفضل أبوها يعايرها لأنها لسه ما اتجوزتش وبيقارن بينها وبين أختها المتجوزة، وبيطلب منها تهتم بشكلها وبلبسها وما تنساش إنها أنثى. فطبعا بتزعل من كلامه لأنه مش مقدر المجهود اللي هي بتبذله علشانه، لدرجة إنها ما عندهاش وقت علشان تهتم بشكلها. وتاني يوم في الشغل بتشوف آيلين ست جميلة داخل السجن وبتعرف إنها الدكتورة النفسية الجديدة للمساجين واسمها ريبيكا. وبعد شوية الموظفين بتوع السجن كلهم بيتجمعوا حوالين ريبيكا علشان يتعرفوا عليها، فبتلاحظ ريبيكا إن آيلين واقفة بعيد عنهم ومش مندمجة معاهم، فبتحب إنها تتكلم معاها وبتعرفها بنفسها. وبتكون آيلين سعيدة جدا إن أخيرا حد لاحظ وجودها وكمان اهتم إنه يتكلم معاها. وفي نفس اليوم بينظم السجن حفلة بسيطة للمساجين بمناسبة أعياد الميلاد، لكن الحفلة ما بتطولش، وده لأن المساجين بيتخانقوا وبيضربوا بعض. وبالليل بترجع آيلين لبيتها وبيلاحظ أبوها إنها مبسوطة على غير العادة، فبيسألها عن السبب، فبتقوله إنها اتعرفت النهاردة على شخصية لطيفة جدا، وبتسأله عن يومه فبيقول لها إنه كان ممل كالعادة، فبتطلب منه يحكي لها عن أكتر حاجة غريبة مرت عليه لما كان لسه بيشتغل في السجن. فبيحكي لها إنه في يوم هو وزمايله قبضوا على طفل اسمه بولك وكان متهم بقتل أبوه وهو نايم، ولحد النهاردة محدش عارف هو عمل كده ليه. هو بيقول لها إن والد بولك كان بيشتغل ضابط وكان محبوب جدا من كل الناس، والغريب في الموضوع إن بولك فضل قاعد في موقع الجريمة لحد ما الشرطة قبضت عليه وما حاولش حتى إنه يهرب أو ينكر إنه قتل أبوه. وبعد تحقيق عميق اتشخص إنه مريض نفسي وحطوه في زنزانة خاصة. وبيقول لها إن بولك ده موجود حاليا في السجن اللي هي شغالة فيه. وتاني يوم في الشغل بنشوف آيلين وهي واقفة تراقب بولك وهو في زنزانته، وبيكون عندها فضول إنها تستكشف شخصيته، فبتروح تجيب الملف بتاعه علشان تقراه، لكنها ما بتلحقش لأن ريبيكا بتقاطعها وبتسألها هي بتعمل إيه هنا. فبتقول لها آيلين إنها كانت حابة تعرف معلومات أكتر عن سجين اسمه بولك. فبتقول لها ريبيكا إن حالة بولك من أصعب وأخطر الحالات اللي مرت عليها، وصعب جدا إن أي حد يحلل شخصيته بسهولة. وتاني يوم بتوصل أم بولك للسجن علشان تزوره، وبيكون واضح إنها متوترة وخايفة من مقابلته. وبنعرف إن ريبيكا هي اللي كلمتها وطلبت منها تيجي تزور ابنها لأنها عندها أمل إن زيارتها لبولك تفرق في حالته دي. وبعدها بنشوف ريبيكا وأم بولك قاعدين وهم بيتكلموا مع بولك، لكن مش بيعدي دقايق وأمه بتفقد أعصابها وبتشتمه وبتمشي. وبتقنعه ريبيكا إنها تكمل جلسة العلاج النفسي بتاعت بولك في مكتبها، وبتطلب من الحارس إنه ما يجيش معاها علشان بولك ياخد راحته معاها في الكلام. وآيلين بيبقى عندها الفضول إنها تعرف إيه نوع الحديث اللي بيدور بين ريبيكا وبولك، فبتخبط على باب مكتب ريبيكا بحجة إنها نسيت الدفتر بتاعها معاها. فبتشكرها ريبيكا لكنها مش بترضى تدخلها للمكتب، وبتعرض عليها إنهم يخرجوا النهاردة سوا لأنها ما عندهاش أصحاب ومحتاجة تتكلم مع أي حد. فبتوافق آيلين، وبعد ما بتروح البيت بتجهز نفسها للخروجة. وبالليل بتروح تقابل ريبيكا في الحانة وبتسألها ريبيكا لو هي متجوزة، فبتقول لها آيلين إنها مرتبطتش قبل كده لأنها بتخاف تدخل علاقات وتفشل فيها. فبتقول لها ريبيكا إنهم عكس بعض تماما لأنها دخلت علاقات كتير قبل كده لكنها ما كانتش بتدوم لوقت طويل، وده لأن هدفها في العلاقات هو إنها تقضي وقت لطيف وبس، ولما بتزهق من الشخص اللي معاها بتستبدل
وبتبدله بواحد تاني. وبتسألها ريبيكا بعد كده عن أسرتها، فبتقول لها آيلين إنها عايشة مع أبوها لوحدهم من بعد ما أمها ماتت من سنين بسبب المرض. فبتزعل ريبيكا علشانها وبتقول لها إنهم شبه بعض في حاجات كتير لأنها كمان كانت يتيمة وعمها اللي رباها. وبعدها بتسألها آيلين عن خطتها العلاجية مع بولك، فبتقول لها ريبيكا إنها اتعرفت زمان على أستاذ في جامعة هارفارد، والأستاذ ده عمل تجربة غريبة على المساجين وأجبرهم إنهم ياخدوا ممنوعات علشان يعترفوا بكل المشاعر اللي جواهم. والغريب إن التجربة دي نجحت على ناس كتير، وده حاليا اللي هي بتخطط إنها تعمله مع بولك. وبتقول لها إنها متعاطفة جدا معاه لأن في كتير من الأحيان في أطفال بيتربوا في أجواء أسرية صعبة، والظروف اللي حواليهم هي اللي بتجبرهم يرتكبوا الجرايم. بيقوموا هما الاتنين يرقصوا وبيكونوا مستمتعين جدا، لكن فجأة بيجي شخص شارب وبيضايقهم فبتضربه ريبيكا وبتوقعه على الأرض. فبتنبهر آيلين من تصرفها لأنها ما عندهاش الجرأة تعمل حاجة زي دي، وبتكون فرحانة لأنها أول مرة في حياتها يكون عندها صديقة. وبعد ما بيخلصوا يومهم بتودع ريبيكا آيلين وبترجع لبيتها، وبتروح آيلين تشرب لوحدها لحد لما بتبقى مش في وعيها، وبتروح تركب عربيتها وبتروح البيت لكنها بتنام في العربية. وتاني يوم بتصحى آيلين وبتلاقي نفسها كانت نايمة في عربيتها طول الليل، وبتحس بالتعب بسبب الكمية اللي شربتها. وبعدها بتروح تخبط على شباك البيت علشان أبوها يفتح لها، لكنه بيكون متضايق منها لأنها كانت سهرانة بره البيت ومش بيرضى يفتح لها. فبتدور على طريقة تدخل بيها لحد ما بتقدر تفتح الشباك وبتدخل البيت. وبنعرف ساعتها إن أبوها خد منها المفتاح بتاع البيت والعربية وهي نايمة علشان يعاقبها، فبتطلب منه يديها المفتاح لأنها متأخرة على الشغل، لكنه بيرفض وبيتعصب عليها وبيرمي لها كتاب على الأرض بيتكلم عن معاناة الفقراء والمتشردين، وبيأمرها إنها تقرأ الكتاب ده بالكامل علشان تعرف غلطتها وما تكررهاش تاني. فبتعتذر له على اللي عملته معاه وبتوعده إنها مش هتكرر الغلطة دي تاني، وبيتهمها إنها غلطت وهي شاربة. فما بتقدرش آيلين تمسك أعصابها أكتر من كده وبتتخانق معاه لأنه بيحاسبها على غلطة مش مقصودة، بالرغم إن دي أول مرة تغلط في حياتها. وبتاخد منه المفاتيح، وبعد شوية بتخرج تنظف العربية وبيجي لها ظابط وبيقول لها إن الجيران عاملين شكوى في أبوها لأنه بيخوف أطفالهم بالمسدس اللي معاه. فطبعا بتتصدم آيلين ومش بتبقى عارفة تقول له إيه، وبتدخل للبيت مع الظابط وبياخد الظابط السلاح من أبوها وبيديه لآيلين علشان تخبيه معاها. وفعلا بتاخده وبتروح بيه الشغل، ولما بتوصل مش بتلاقي ريبيكا في مكتبها، فبتسأل زمايلها عنها فبيقول لها واحد منهم إنها في أجازة بسبب أعياد الميلاد. فبتزعل آيلين جدا لأنها هترجع وحيدة من تاني، وبتروح تقعد في مكتب ريبيكا طول اليوم. وبالليل بترجع آيلين للبيت ومش بتلاقي أبوها، فبتدور عليه لحد ما بتلاقيه واقع على الأرض وبينزف. فبتاخده في العربية وبتطلع جري على المستشفى. وبعد ما بيوصلوا للمستشفى وبيكشفوا عليه بيقول الدكتور لآيلين إن أبوها عور نفسه بعد ما داخ ووقع على الأرض بسبب كمية الكحول اللي شربها. وبيقول لها إن الكبد بتاعه متضخم جدا وإنه معرض للموت في أي لحظة لو ما حافظش على نفسه. وبعدها بترجع للبيت مع أبوها وبتقوله إن الدكتور قال لها إنه معرض للموت في أي لحظة، وبتطلب منه يوقف شرب كحول ويهتم بصحته شوية. لكن أبوها مش بيهتم بكلامها وبيقوم يشرب، وبيطلب منها إنها تشرب معاه هي كمان. فبتضطر تسمع كلامه لأنها عارفة الظروف النفسية اللي بيمر بيها. بيلاحظ أبوها إنها لابسة الجاكيت بتاع أمها، فبيقول لها إنه اشترى الجاكيت ده لأمها بعد ما خرجت من مستشفى الأمراض النفسية علشان يحاول ينسيها مرضها ويفرحها. وبيقول لها كمان إنه كان بيحب أمها جدا مع إن كل الناس كانوا بيقولوا إنه السبب في مرضها العقلي، لكن محدش منهم كان يعرف طبيعة علاقتهم علشان يحكموا عليهم. وتاني يوم بنشوف آيلين نايمة في البانيو وبتتخيل إنها بتضرب أبوها بالنار وبتتخلص من مشاكله، وبتفوق فجأة على صوت أبوها وهو بيقول لها إن في واحدة اسمها ريبيكا عايزة تكلمها. فبسرعة بتخرج آيلين من الحمام وبترد على ريبيكا في التليفون، وبتعزمها ريبيكا إنها تيجي تقضي معاها اليوم النهاردة في بيتها. فبتوافق آيلين بسرعة وهي مبسوطة. وبالليل بتوصل لبيت ريبيكا وبتديلها هدية بمناسبة الكريسماس، وبيقعدوا مع بعض. وبتقول لها ريبيكا إنها حست بالوحدة في أجازة الكريسماس وما لقيتش حد أفضل منها علشان تقضي معاه الأجازة دي. فبتحس آيلين إن ريبيكا بقت
بتعتبرها صديقة مقربة ليها، وبتسألها هي ليه عايشة لوحدها بالرغم من إنها بتكره الوحدة. فبتقول لها ريبيكا إن الوحدة بتكون مفيدة أوقات كتير لأنها بتساعد الشخص إنه يصفي ذهنه ويتصرف بحرية من غير ما حد يتحكم فيه. فبتقول لها آيلين إنها محظوظة جدا لأنها أوقات كتير بتتمنى إنها تعيش لوحدها علشان تتصرف بحرية من غير ما حد يحاسبها، لكنها ما بتقدرش. بتلاحظ آيلين إن ريبيكا متوترة جدا، فبتقول لها ريبيكا إنها عايزة تعترف لها بسر كبير لكنها خايفة إنها ما تقدرش تحافظ عليه. فبتطمنها آيلين وبتطلب منها إنها تحكي السر ده. فبتقول لها ريبيكا إن السر ده بخصوص بولك، وبتقول لها إن في حاجة مش طبيعية بخصوص القضية دي، وإنها حاسة إن بولك متورطة في القضية. وبتعترف ريبيكا في اللحظة دي بالسر، وبتقول لآيلين إنهم أساسا مش قاعدين في بيتها لكنهم دلوقتي في شقة بولك، وإنها هجمت على أمه وربطتها في البدروم. فبتتصدم آيلين لما بتسمع الكلام ده وبتطلع تجري على باب الشقة علشان تهرب، لكن ريبيكا بتوقفها وبتطلب منها تهدى وتسمعها. وبتقول لها إن بولك اعترف لها إن أبوه كان بيضايقه وإن أمه كانت عارفة الموضوع ده وما حاولتش تمنع جوزها، وعلشان كده قررت ريبيكا إنها تزور أم بولك وحكت لها على اللي ابنها قاله. لكن أم بولك فقدت أعصابها وهجمت عليها وكانت هتقتلها، فما كانش فيه قدامها حل تاني غير إنها تحقنها بمخدر وتربطها وتنزلها في البدروم لحد ما تعرف هتتصرف إزاي معاها. ولما بتسمع آيلين الكلام ده بتتعاطف مع ريبيكا وبتسألها هي ممكن تساعدها إزاي. فبتقول لها ريبيكا إنهم لازم يجبروا أم بولك إنها تعترف قدامهم باللي هي عملته. فبتجيب آيلين مسدس أبوها من العربية علشان لو احتاجوه، وبعدها بينزلوا هما الاتنين للبدروم. وبتقرب ريبيكا من أم بولك وبتطلب منها بكل هدوء إنها تعترف لأنها عايزة تساعدها هي وابنها، وبتوعدها إنها مش هتأذيها. لكن أم بولك بترفض الاعتراف وبتفضل تشتم فيها وبتهددها إنها هتدخلها السجن. فبتضطر آيلين إنها تتدخل وبتقول لأم بولك إنهم ممكن يقتلوها ويسيبوا جسمها يتعفن في البدروم ومحدش هيقدر يوصل لها. لكن أم بولك بتقول لها إنها مش خايفة منها وبتفضل تعايرها بأبوها وإنه راجل مدمن وفاشل. فبترفع آيلين السلاح عليها وبتهددها إنها هتقتلها لو ما اعترفتش فورا. فطبعا أم بولك بتخاف وبتقرر تعترف لهم بالحقيقة، وبتقول لهم إنها بعد ما خلفت بولك بسنين بسيطة لاحظت إن جوزها كان دايما بيسيب السرير بالليل وبيروح لأوضة ابنهم، وفي البداية كانت فاكرة إنه بيروح علشان يغطيه أو يطمن عليه، وكانت مبسوطة من اهتمامه بيه لحد ما في يوم اكتشفت إنه بيعتدي عليه. فخافت وقتها إنها تتكلم وتقول لأي حد لأنها عارفة إن جوزها محبوب ومحدش هيصدقها. ده غير إنها ما كانتش عايزة تسوق سمعة جوزها وكانت عايزة تحافظ على ابنها، وكانت شايفة إن أحسن حل إنها تسكت وما تعملش حاجة. ولما بتسمع آيلين الكلام ده ما بتقدرش تسيطر على غضبها وبتضربها بالنار في كتفها. فبتصرخ أم بولك بصوت عالي، وبسرعة آيلين وريبيكا بيحطوا لها أدوية مخدرة في بقها وبيفضلوا كاتمين نفسها لحد ما بتموت. ولما بتستوعب ريبيكا اللي هم عملوه بتنهار من العياط وبتسأل آيلين هي ليه ضربتها بالنار. فبتعيط آيلين وبتقول لها إنها ما كانتش تقصد وإنها انفعلت بسبب كلامها عن ابنها وأبوه، وبتقول لها ما تقلقش لأنها عندها خطة، والخطة هي إنهم ياخدوا الجثة على بيت آيلين ويسيبوا المسدس جنب أبوها علشان يلفقوا له التهمة. فبتستغرب ريبيكا إن آيلين مستعدة تضحي بأبوها بالسهولة دي. فبتقول لها آيلين أبويا هو السبب في تعاستي ويستحق إنه يعاني زي ما خلاني أعاني في حياتي كلها. وبيتفقوا سوا إنهم يهربوا لنيويورك بعد ما يخلصوا مهمتهم، وبيروحوا بعد كده هما الاتنين ينقلوا الجثة في العربية. وبتقول ريبيكا لآيلين إنها لازم ترجع بيت بولك علشان تخفي كل أدلة الجريمة، وبتطلب منها تودي الجثة لبيتها وبتوعدها إنها ترجع لها أول ما تخلص. فبتاخد آيلين بعضها وبتروح على البيت، وبعد ما بتوصل لبيتها وبتركن العربية اللي فيها الجثة قدام البيت بتدخل البيت وبتاخد كل فلوسها علشان تستعد للهروب مع ريبيكا، وبتفضل مستنياها وقت طويل لكنها ما بتظهرش. فبتستوعب ساعتها آيلين إن ريبيكا هربت لوحدها ومش هترجع تاني، وعلشان كده بتقرر آيلين إنها تغير الخطة وبتاخد العربية وبتركن في مكان بعيد وسط الغابة لأن ما بقاش في حاجة تستدعي إنها تضحي بأبوها علشانها. وبعدها بتطلع على الطريق السريع وبتوقف عربية وبتركب مع السواق وبتهرب من المدينة دي علشان
تعيش حياة جديدة من غير أي ضغوطات. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.